رعى وزير الصحة الدكتور علي حياصات افتتاح مؤتمر السكري التخصصي الأول الذي نظمه مستشفى الأمير حمزة بالتعاون مع مؤتمر البلقاء الطبي الدولي، بهدف الاطلاع على المستجدات الحديثة في علاج مرض السكري ومضاعفاته والاستفادة من الأبحاث العلمية المقدمة عالميا. نظم مؤتمر السكري التخصصي الأول في مستشفى الأمير حمزة. مرض السكري يعني مرض داهمنا بشكل كبير جدا، تقريبا في كل بيت موجود مريض سكري. هذا المرض الصامت القاتل أنا بحكي عنه، إذا ما تنبهنا له، نبهنا أطبائنا ونبهنا كل كوادرنا إلى العلاج الأمثل والطرق المثلى في أول شيء الوقاية منه، ثانيا كيفية التعامل معه، وثالثا علاجه ومضاعفاته. وتتضمن أوراق عمل المؤتمر الذي يستمر مدة يومين عرضا لكل ما يتعلق بمرض السكري ومخاطره ومضاعفاته من أمراض العيون والأطراف وسكري الحمل والقدم السكرية، بالإضافة إلى عقد جلسات لاختصاصيي التغذية والتوعية السكرية. مرض السكري انتشاره أصبح في البالغين وفي انتشار واسع كمان بالأطفال، أصبحت نسبة تقريبا 9%. فإحنا حاليا نعقد هذه المؤتمرات لمشاركة الأطباء وتوجيه كل ما هو جديد فيه إليهم. ويشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تتوقع أنه وبحلول عام 2030 سيكون مرض السكري المسبب السابع لحالات الوفاة في العالم. وتبلغ نسبة مرضى السكري في الأردن للنوع الأول في فئة الشباب 9%، والنوع الثاني 32% من نسبة السكان. إيناس الكايد، التلفزيون الأردني. رعى